في زول تبدأ الأمنيات جواته وتنتهي فيه، ما بيحلم، بحس، وده أخطر أنواع الحلم. في كتاب اسمه أمنيات لن تدوم، لكن الغريبة إنه في كل صفحة بتحس إنه الأمنية لسه حية، كأنها بتتنفس بين السطور. الكتاب ما بيحكي عن الأحلام الكبيرة، بيحكي عن الأمنية الصغيرة اللي بتسكن فيك، بتعيش بصمت، زي اللمة القديمة اللي بنتذكرها فجأة ونبتسم، زي لما نكتب رسالة وما نرسلها لكن كتبناها بوجع صادق، زي حب بدأ بلحظة وانتهى بسكوت. الكاتبة هنا بتحكي عن الزهر اللي بينبت وسط الخراب، وعن القلب اللي بينزف فرح، وعن وطن ما بين الحلم والخذلان. زي الزول الواقف في نص المطرة مبلول لكن مبسوط. وأنا بقرأ حسيت إن الأمنية ما شرط تكون حاجة بنتمناها، ممكن تكون زول يجي يعلمك معنى النهايات ويمشي ويخليك تشوف نفسك على حقيقة. الكتاب ده ما للقراءة، ده كتاب للنجاة، لأنه في النهاية بوريك حقيقتك لكن بطريقة لطيفة. بوريك إنه ما كل اللي بنتمناه حقيقة، ولا كل الحقيقة كنا تمنيناها. أمنياتنا فعلا ما بتدوم، لكن أثرها هو اللي بيخلي الحياة تستمر. لو عايز كتاب يخليك تعرف روحك أكتر، تعرف أمنياتك كأنه حديث مع نفسك، فأمنيات لن تدوم أفضل خيار. كتاب بيرجعك لذاتك، يراجع أمنياتك وأمانيك وأحلامك من الطفولة. منو فينا ما حلم إنه يكون طيار؟ منو ما حلم إنه يكون زهرة؟ أو منو ما حلمت تكون أميرة؟ لحد أحلامنا الكبيرة الحسي إحنا عايشينها. بنتمنى شخص، بنتمنى نظرة، أمنية صغيرة ما في زول بيكون عارفة، بس بيننا وبين نفسنا. كتاب بتلقى نفسك بين حروفه،